عبد الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ عقيل، عن الإمام الصادق عليه السلام: لولا الثور لساخت الأرض، فلا فضل للمهدي بحفظ الأرض، لذلك نسأل عن آثار لا اسمعني أنا سأقول لك اسمعني اسمع الجواب. الآن إذا فقد المهدي الله يأمر الثور أن يتحرك حتى تسيخ الأرض بأهلها. إذا الآن لماذا لم تسخ بأهلها؟ إذا الثور والمهدي حالة مشتركة، فلا فضل للمهدي. لا مو حالة مشتركة، لا ولا يعفيه ولو سلمنا أنه مع نفس الدور، فلا فضل للمهدي. خليني أجاوبك الآن. مو انا ما اريد اتجاوز، وانا صايم الان بعد صار امساك، انا ما اريد اتجاوز على احد. يعني انتم ناس نواصب ومأجورين، تشتغلون بفلوس. السلام عليكم. عليكم السلام. استاذ عقيل، اشتراك المهدي مع الثور بحفظ الارض لا يعفي من وظيفته كما لا ابدا، لا يشترك الامام المهدي عليه السلام معك، ابدا لا يشترك معك. المهدي عليه السلام معك، ابدا لا يشترك معك. السلام عليكم. عليكم السلام. استاذ عقيل، اين ملازمة المهدي للقرآن؟ يعني يا غبي، يعني انت طالع يعني تثبت بانك غبي. والله دقيقة مولاي، دقيقة. الله التبشير الإنذار. دقيقة. تفضل. شنو هو وين يعني بماذا خالف القرآن الإمام المهدي؟ تفضل. أولا الله سبحانه وتعالى يقول: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون. أنا أسألك أين مخالفة الإمام للقرآن؟ لا يأمر. أين خالف القرآن في أي حكم؟ لا يأمر. اسمعني مثل عمر خالف القرآن، هذا ثابت عندنا. المهدي الإمام المهدي وين خالف القرآن؟ لا يأمر بالمعروف، لا ينهى عن المنكر، ولا الأمر بالمعروف، لا ينذر، لا أعلمك شغله، لا يدعو إلى الله بالمجادلة بالحسنى. اللي أعلمك اسمع واحدة. أولا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هذا واجب الجميع، ليس من اختصاص الإمام. أعطينا ملازمته للقرآن وعمل بأحكام القرآن وتطبيق الأحكام القرآن. الآن يا رجل اسمعني، أولا أريد المخالفة، العمل بأحكام القرآن عندما إن شاء الله يعني يأذن الله بخروج الإمام وأن يبعث الله الإمام، راح إن شاء الله يطبق عليكم أحكام القرآن بما تنسبونه إليه إن شاء الله. أحسنت. إذن الآن أنت أقررت بأن المهدي مفارق للقرآن، لا يعمل بأحكام القرآن، كاتم لعلم الله. هذا كلامك الآن لازم كلامك. ما أقررت. لا أقررت، وأنت أقررت قلت إنه عندما يظهر يطبق أحكام القرآن. يعني الآن هو مفارق للقرآن، كاتم للعلم، لا يأمر بالمعروف، لا ينهى عن المنكر. أين مخالفة الإمام يا رجل؟ عدم تطبيق لأحكام القرآن. أين تطبيق؟ بماذا خالف الإمام المهدي القرآن؟ بماذا خالف؟ يا أستاذ عقيل، أنت بماذا خالف الإمام المهدي ولم يعمل بالقرآن. بماذا خالف الإمام المهدي القرآن؟ شكرا جزيلا يا أستاذ عقيل على هذا الإقرار. في أمان الله. بماذا خالف القرآن؟ والله ما بكم حظ. أريد أعرف بماذا خالف القرآن، بس غير تعطيني في حكم. أنا عندي أحكام كثيرة أن عمر خالف